السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ومن قناة بحييكم لكم مني مليون تحية، وكل سنة وانتم طيبين وكل لحظة وانتم بخير، ورمضان كريم عليكم يا رب وعلى الأمة الإسلامية. النهاردة بقى كده عاملين عزومة سمك. هنعمل جمبري وهنعمل سمك، وهنشوف دلوقتي هنعمل كل حاجة بطريقتها. بس قبل أي حاجة نصلي على النبي، وكل من له النبي صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا انا بشيل الكيس الرملي او الخط الرملي من الجمبري، بوريكم اهو بخلة سنان وبعد 3 فقرة وبنشيله. ممكن تفتحيه لو هتعملي بتر فلاي او تعملي اشكال تانية، بس انا النهارده هعمله ب3 اشكال مع بعض كده، او 3 اكلات من الجمبري هنطلعهم. بس اساسا لازم نشيل الحبل الرملي ده، لان في اكل هنعمله بقشره. تمام. وجايبه سمك بلطي برضو منضفاه، هقليه. هو ممكن برضو يتعمل سنجاري بس انا هعمله مقلي وخلاص. وجايبه سمك مكرونه هوريها لكم دلوقتي، وهنضف كل حاجه معاكم. وجايبه كابوريا، وجايبه سمك بوري برضو هوريكم تنظيفه برضو عشان البنات الصغيرين يشوفوا كل حاجه بتتنضف ازاي وهنعمل فيها ايه، وهوريكم دلوقتي. كده بوريكم الحاجه بقى اللي انا جايباها، وهنبدا تنظيف مع بعض. السمك البلطي انا كنت نضفته وفتحته بالفتحه دي، بس انا هقسمه 2، مش هعمله سنجاري. دي فتحه السنجاري. هقسمه 2 لان السمكيه ما شاء الله كانت كبيره قوي، فقسمته 2 بحيث ان ايه اللي ياكل من كل حاجه، مش ياكل سمكيه بلطي وخلاص. ده المكرونه بقى، بفتح بطنه بشيل النخشوش الاحمر اللي من فوق ده. ممكن بالنسبه لاي حد يشيل الراس، بس انا بسيب الراس لانها بتديني في الشكل، يعني عشان تديني شكل السمكيه حتى بعد ما تستوي. فبشيل البطن وبشيل النخشوش، وهنضف السلسله من جوه زي ما انتم شايفين كده، وبقطع اي بقى يعني سافها من بره كده، الديل الحاجات اللي فيه بقصقصها كلها، وبفتح وبشيل البطن والنخشوش زي ما انتوا شفتوا. برضو بعمل في البوري كده، بس بطير القشر بتاعه، في قشر كده على جلده لازم تطيريه، لان انا مش هشويه، هو بيتساب في حاله الشوي. انا هعمله بزيت وليمون وادخله الفرن. كنت عاملاه قبل كده معاكم بزبده وليمون، لا هعمله بزيت وليمون وادخله الفرن وخلاص. هبدا بقى ان انا اعمل حاجتي معاكم دلوقتي، ووريتكم دلوقتي التنظيف. كده كنت نضفت الحاجه بقى، وهعمل السمك ب3 حاجات. فهعمل السمك قصدي الجمبري، هعمل اللي بقشره ده وشلت منه الكيس الرملي او الحبل الرملي، هعمله في طواجن بطاطس. هعمل بديله، عملت بديله شلت القشره والراس، هعمله مقلي. وفي نضفته خالص هعمله في طواجن مكرونه بالجمبري. والبولت نضفته اهو، والمكرونه. وطبعا غسلتهم كويس جدا على الحوض، ونقعتهم في ميه وليمون، وبعدين شطفتهم لحد ما ميتهم، بصوا ميتهم بيضه قشطه وقلبهم ابيض قشطه، مفيهمش كلام. هنا برضو دي الروس اللي انا شلتها من الجمبري اللي نضفته خالص، ده اللي هدخله في المكرونه، هعمل طواجن مكرونه. فشلت الراس والقشور بتاعته، خدت الراس بس هعمل عليها ايه، شوربه جمبري. تدخليها بقى في رز، تعملي عليها ملوخيه، تعملي تشربيها كده بليمون، حاجه فله كده. والرز برضو ما نرميها. كده هبدا بقى انا اعمل التتبيله لكل ده. التتبيله واحده، هو توم مفروم، فلفل اخضر سواء رومي او شطيطه او اللي هو يعني القرون ده. عايزاه حامي براحتك، مش عايزه حامي براحتك برضو، عايزاه بارد خلاص. بدق التوم مع الفلفل وبدق كويس، او تعمليه في الكبه تفرميه خالص، وبعدين هنحط له الملح ونحط له الكمون وكزبره وليمون. ده اساس التتبيله بتاعتنا لكل السمك، لكل انواع السمك. وممكن تخش في البتنجان والحاجات دي، مش ممكن، دي تتبيله البتنجان كمان المقلي او المشوي. كده حطيت بقى كمون كزبره، حطيت ملح، وبحط كميه كبيره لان كنت عامله كتير، بحيث ان انا هدخل التتبيله في حاجات تانية ما دخلتش، وحطيت بقى هتشوفوا دلوقتي معايا الفيديو. هحط الليمون، طبعا بعمل كده عشان البذر. بعصره في المعلقه واشيل البذر واحط الليمون، وهقلب التتبيله بتاعتي وابدا اتبل السمك بتاعي والجمبري زي ما هتشوفوا دلوقتي. الكابوريا الحاجه الوحيده اللي ما تبلتهاش وعملتها كده طاجن. برضو في الطاجن هقول لكم كده على حاجات زي المحلات، هتشوفوا معايا في حاجات حلوه في الفيديو جميله هتعجبكم. واللي يعجبه الفيديو بقى ما ينساش يدعمنا بلايك، واللي بيشوفنا لاول مره يخش ويشترك كده في القناه ويشجعنا. شجعونا كده، تعليقاتكم بتشجعني وبتبسطني بصراحه. اي تعليق او اي كلمه حلوه بتبسطني بصراحه. كده خلصت التوم بتاعي، وهبدا ان انا اتبل بقى. همسك السمك المكرونه، هصفي ميته. كل السمك اللي انا قاعده هصفي الميه، وهبدا ان انا اتبله. هبدا بالمكرونه اللي هو الرفيع ده اهوت. طبعا التتبيله زي كده، وبرده بتملسي عليه من بره بحيث يتشرب من بعضه.
زي ما انتم شايفين كده. هو برضو هعمل البوري بنفس النظام، يعني التتبيله واحده ما فيهاش كلمه، والبولتي، وهحط على الجمبري وهحط على كله بصراحه، ما عدا الكابوريا زي ما قلت لكم. سواء يعني حتى البوري ده انا هدخله الفرن زي ما قلت لكم، هعمله بزيت وليمون، وممكن تعمليه بزبده وليمون. هبقى فتحه كده، بعمل فيه فتحات وتغرزي فيها زبده وشرايح ليمون، بيبقى جميل برضو وتحفه. ونفس الطريقه. بس انا هنا بقى مع زحمه الانواع برضو، او في العزايم الواحد بيبسط في الطرق، يعني ابسط طريقه يلا زيت وليمون، وقمت مدخلاه الفرن عبال ما اشوف غيره كده. هنا برضو البولتي فتحت، عملت فيه فتحات كده عشان التتبيله تخش فيه، لان البولتي ما شاء الله كان كبير قوي، عشان ينشف معايا كده وما يكسفناش قدام الضيوف ويبقى حلو. طبعا هعمله بطريقه المحلات، وهعمل له كده ربه مع الدقيق ويبقى اصفر جميل. برضو البولتي عملت فيه فتحات زي ما قلت لكم. بقيت التوم بقى حطيت على الجمبري اللي بقشره، واللي انا مقشراه سايبه ديله ده هقليه، واللي هو متقشر خالص في الاخر ده هدخله في طاجن المكرونه. هعمل 2 طاجن مكرونه، طبعا عزومه كل حاجه اتنينات. كده كنت تبلت السمك، هبدأ ان انا اسوي. جبت الصينيه دي حطيت فيها زيت، وهرص البوري بتاعي زي ما انتم شايفين كده، نفس الرصه دي، او في صاج بقى يكون الفرن قايد، طبعا بقيته من تحت ومن فوق. وهدخل البوري بتاعي زي ما بقول لكم في الفتحات دي، ممكن تحطي بقى شرايح ليمون مدوره كده وقطع زبده، بيبقى حلو برضه، او بزيت وليمون برضه كده تحفه والله العظيم. وكان حلو وجميل وخلص، والحمد لله كله شكر في الاكل. اول طريقه كده معانا البولتي بالزيت والليمون، ودخلته الفرن. هبدأ بالحاجة اللي بعد دي. تاني نوع بقى هنعمل طاجن المكرون البطاطس بالجمبري، اللي هو الجمبري اللي بقشره، اللي شلنا منه الكيس الرملي بس. قطعت حوالي 6 طماطمات دولت، وقطعت قرنين 3 فلفل معاهم، وهقطع بصلة. طبعا الفلفل اللي بحط من اللي هو الرفنع ده، القرون والرومي اللي هو الاخضر، مقطعه من الاتنين. وهقطع بصلايه كده جوليان، هقطعها 4 ارباع يعني، واقطعها رفنع رفنع، هتديني الجوانح الرفنعه ديت. وهحط توم، وهبهر، واحط بقى ايه الزيت. طبعا البهار برضو واحد معانا اساسي، الملح والفلفل، معلقتين صلصه معاهم برضو، والتوم اهو. كل ده هيتقلب مع بعض، يبقى طماطم والفلفل والبصل والثوم ومعلقتين صلصه، وبهرنا بملح وكمون وكزبره، دول اساسي. وحطيت هنا بقى بهارات السمك. بهارات السمك دي ادت طعم تحفه، بتديكي سنه شطه كده حلوه، انا مش حاطه شطه خالص، بس ادت سنه صغننه كده جميله. وقلبت كل الخضار بتاعي ده، ودعكته دعكته دعكته في بعضه. وهقسم الحبه دول على 2 صاج، يعني كمان صاج زي ده. اه هحط بقى نص الخضار في صاج، والنص في صاج. وهاخد الجمبري اللي بقشره، وهحط بقى طبقة بطاطس فوق الخضار ده. البطاطس متقطعة رفيع جدا عشان تاخد سوى الجمبري، رفيعة جدا. اوعي تعمليها تخينة، هتغيب في السوا، وهتخلي الجمبري يجلد معاك. رفيعة جدا. وقلبتها برضو في الخضار بتاعي كده عشان تتبل من الخضار والتتبيلة اللي فيه والملح. وهرص الجمبري من فوق بقى بطريقة المحلات كده. وهحط حوالي ربع كوباية مية، ربع كوباية مية صغيرة كده على كل صاج. وهغطيه بالفويل وادخله الفرن، طبعا بعد ما اطلع البوري. يعني هنحط حاجة حاجة. البوري طبعا الصينية كبيرة، فخدت الصاج بتاع الفرن. وهدخل دي بعدها برضو وكده. وبعدها المكرونة هتحط تحت الشواية بس. كده خلصت بقى طاجن، او المفروض طاجن البطاطس بالجمبري ده. الجمبري اللي بقشره مفيهوش اي حاجه، شلنا يا دوبك منه الخط الرملي وتبلته بس اهو. هرصه بقى بطريقه دائريه كده، وهحط واحده تاني في النص برضو. وهحط في التاني نفس النظام، يعني نفس الهيئه. وهغطيه بالفويل وهدخله الفرن. بعد البوري هقوم مدخلها، هيتحط على الصاجه برضو. وممكن تبقى قايده من تحت، بس بالنسبه للطاجن ده لان هغطيه، عايزه تبقى قايده من فوق ومن تحت براحتك. احنا مش هحمر الوش بصراحه، هو من تحت بس. ممكن الطاجن ده يتعمل على العين، بس عشان صاجات مش هتنفع على عين البوتاجاز. لو صينيه ألمونيا كان يتعمل على العين ويتغطى برضو، وخلاص على كده. فدخلته الفرن بقى بعد البوري، وهيخرج هتشوفوا الجمال دلوقتي. وطبعا الفويل كامره ما خدش ربع ساعه، 10 دقايق ربع ساعه كان حلو. طبعا بتعرفي انه استوى ازاي، بتشيل الفويل من عليه وتكسري البطاطسايه كده. طبعا البطاطس رفيعه جدا، فبتلاقيها استوت. تقومي مطلعاه عشان لو هتدخلي حاجه تانية. كده بقى بعد ما حطيت ربع كوبايه ميه لكل صاج، او كل صينيه حسب ما انت عامله، غطيته بفويل وقمت مدخلاه الفرن. بعد البوري هدخله تمام. وبرده بيحافظ على بقى ايه سخونيه الحاجه الاكل بعد ايه
بعد السوا عبال ما المغرب يدن. هنا بقى هعمل طاجن المكرونه بالجمبري. سلقت المكرونه، ده حوالي نص كيلو مكرونه، سلقته في ميه، يعني الميه دي بتغلي وحطيت فيها ملح وسلقتها. تمام. هصفيها وهاجي بقى هنا، انا كان عندي بشاميل بصراحه عشان كده ما عملتش معاكم. كان عندي بشاميل في الفريزر، طلعته فك وحطيته. يبقى احنا هنا في طاجن المكرونه بالجمبري، الجمبري متقشر ومتبل اهو، متقشر ومتبل، وسلقنا مكرونه وعملنا البشاميل. اي طريقه بقى تعملي الجاهز، تعملي اللي انا طريقتي اللي انا بحبه، اللي هو بقدح الدقيق في السمنه، وبعمله على كل معلقه دقيق بحط كوبايه لبن، وببهره بشعرة ملح وفلفل اسود وخلاص على كده. هنا بقى ده كده المكونات. هنا الطريقه، حطيت زيت، انا حاطه زيت ذره، نزلت بالثوم. آه، كان توم على فكره، من التوم التتبيله، التوم اللي انا كنت دقاه في الهون، ونزلت عليه بكميه الجمبري، نزلت بالمكرونه المسلوقه اهي شوحتها. وبعدين بعد ما شوحت المكرونه والجمبري نزلت بالبشاميل، وهديله تقليبه بقى. والبشاميل اللي بقى إيه يعني طري شويه مش ناشف، عشان تبقى يعني جوسي كده وحاجه كده تحفه بصراحه. خلصوا والله الطاجنين خلصوا، وكله شكر في المكرونه بالجمبري، كانت تحفه. بص الصوص طبعا في الفرن هي مش هتتقل عن كده، احنا يعني هنحمر الوش والخراجه بس. بص بيبقبق معانا ازاي. دول الطاجنين بقى، هحط في كل طاجن طبعا، هصب كده كله متقلب مع بعض وكله. انا خدوا بالكم ان انا ما حطيتش اي بهارات ولا ملح، لان المكرونه فيها ملح، البشاميل اللي فيه الجمبري متبل، فما حطيتش تاني ملح ولا بهارات تاني. صبت بقى المكرونه في الطاجنين كده، وعلى الوش هحط جبنه موتزاريلا، وخلاص على كده خلصنا طاجن المكرونه بالجمبري. هدخله بقى تحت الشوايه بعد ما اخلص اكل تحت شوايه الفرن كده، ياخد لون ويخرج. بس يبقى عملنا البوري بزيت وليمون، عملنا طواجن البطاطس بالجمبري بقشره، وهنا طاجن او طاجنين المكرونه بالجمبري تحفه، وطعمها تحفه، وكانت جوسي وجميله، ولا ريحه زفاره ولا اي حاجه. حاجه بقى متنضفه ومتبله في البيت، ولا افخم من المطاعم. يعني انا جوزي شكر في الاكل وقال لي احلى من المطاعم والله العظيم. مش بيجاملني، هو ما بيعرفش يجامل. جوزي ما بيعرفش يجامل، لو الحاجه فيها حاجه هيبهدلني. وبصراحه اهلي شكروا في الاكل، وكله عجبه المكرونه والسمك طبعا والجمبري، يعني كده يعني طبعا. ما شاء الله الاكل الحمد لله. كده بقى المكرونه بالجمبري اتعملت اهي، وريتكم الطاجن. هبدا ان انا هنا هعمل شوربه الجمبري. طبعا ما رميتش الرز. هنا في شوربه الجمبري كشوربه بعصره ليمون هتبقى حلو، عايزه تفوري حبه ملوخيه هتبقى حلو، عايزه تسقي منها اي حاجه حلوه معاكي ماشي. طيب عايزه اعمل اسقي منها الرز، ماشيه معاكي. فهي برضو ما ترميش الروس بتاعت الجمبري طالما موجوده، ما ترميهاش خساره ولا يعني. ما شاء الله الحاجه بقت باسعار، فالحاجه خساره. انا طبعا عشان شلت الروس دي والقشور من الجمبري اللي عملت بيه المكرونه، لان ما كانش ينفع يخش بقشره، انا عملت بقشره على البطاطس. وفي المقلي سايبه ديله برضه، عشان هقليه مش هينفع تبقى فري راسه، لازم يتقشر، فسبت له الديل بس كده كشكل. هنا بقى حطيت توم، ونزلت بالجمبري زي ما انتوا شفتوا كده في الزيت، وشوحته الروس الجمبري، ونزلت على الميه، وحطيت شويه بصل كنت مخرطاهم، وتبلت ملح وفلفل اسفه، ملح وكمون وكزبره وبهارات سمك. تحفه البهارات السمك في الاكل. وخلاص هتاخد غلوه، وخلاص ديت روس الجمبري. هنا في الطاسه هنا بقى هنعمل الكابوريا. نزلت برضو بزيت، انا عامله بزيت ذره، نزلت بتوم، ودي بصلايه، وبعدين قلبت كله في بعض، التوم والبصل مع بعض. وهنزل بالكابوريا بتاعتي بقى. هنا برضو في طاجن الكابوريا دوت ممكن تدخلي معاه الجمبري، ممكن تدخلي معاه سمك فيليه، ممكن تدخلي معاه صبيط، كنت عاملاه قبل كده. بس هنا عملت الكابوريا لوحدها، شوحتها بقى في البصل والثومه كده والماده الدهنيه. تشوفيها هعمل بقى زي المحلات واقعد اقلب كده. المفروض كنت اعمل كده في طاجن المكرونه، بس طبعا انا عاملاه في حله مش هينفع ارجها كده. ما ينفعش نقلب الجمبري على فكره كتير، يعني في طاجن المكرونه حاولوا ما تقلبوش كتير، الا اذا كانت صينيه وتقلبي زي ما انا بقلب الكابوريا كده. يبقى حطينا بصل وتوم، ونزلت بالكابوريا، وحطيت ملح، حطيت اسفه فلفل وطماطم، قطعت طماطميه كده قطع. ونزلت برضو بالبهارات الاساسيه معانا، الملح والكمون والكزبره وبهارات السمك، كله مع بعضه كله مع بعضه. وتنزل ميتها بقى، وممكن نحط نص كوبايه ميه كده، هي مش هتتشرب بس ان هي تاخد غلوه فيها تستوي. بس اهو الميه مش كتير، يعني ممكن تلاقيها تنزل ميتها، بس ما شاء الله الكابوريا دي ما نزلتش ميه. قلبت كله في بعض بقى، وسبتها تاخد غلوه.
وهنقلها على العين التانية ونشوف هنعمل بعدها ايه. يبقى كده عملنا شوربة الجمبري وعملنا الكابوريا طاجن. وهنزل في الحلة بقى هعمل ايه هنا. كنت مخرطة بصلتين بالزيت وهحمرهم وهنزل بالرز. حمرت البصل ونزلت بالمية، وبعد ما تحمر معايا البصلايه كده هنزل بالميه عليها، وبعدين اكون غاسله الرز كويس. حطيت ملح وحطيت برضو كمون وكزبره، وحطيت برضو بهارات سمك لو شفتوها جميله. قطعت طماطم مكعبات وقطعت قرن فلفل ونزلت برضو على الرز. وبرضو دلوقتي هبشر الجزرايه واحطها، تحفه تحفه ومديله شكل وطعم غير، يعني مغيره حتى في طعم الرز. الطماطم والفلفل والجزران المبشوره. نزلت بالرز بعد ما صفيت ميته يعني هظبط بقى ميته وملحه وخلاص على كده. كده بعد بقى ما يغلي معايا هوطي عليه واسيبه يشرب واخليه ايه زي طريقه الرز العاديه، يعني الرز المصري العادي. وهظبط ميته وخلاص على كده. كده يعني الميه تبقى فوق الرز بعقله صابع. هحط بقى الجزريه مبشوره واقلبها معاه برده. وبعد كده زي ما بقول لكم يغلي هوطي عليه، او يعني بعد ما يبدا يشرب كده بعد ما يغلي بشويه وميته تقل اهو. بصوا هقلبه تقليبه واوطي عليه واسيبه. هحطه على عين اصغر من هنا، حتى على العين الكبيره. هنبدأ بقى نقلي هنا الدقيق. هبهره. عملت الربة دي دقيق بالمية مع الدقيق، وهحط عليهم نشا، وهحط كمون وكزبرة وبهارات برضو سمك. وهحط هنا بقى كركم عشان تديني اللون الاصفر زي المحلات بالظبط. صراحة مدي قرمشة ومدي لون تحفة، هتشوفوا دلوقتي في القلي. هنزل بقى بالسمك. انا هقلي السمك البلطي والمكرونة، وهقلي حبة جمبري برضو اللي انا مقشراهم بس سايبة الديل فيهم. خطير بصراحة ومدي قرمشة رهيبة. الدقيق والربة دي مع بعض، ويمد دقيق للربة وبعدين على الزيت، وبعد ما الزيت يقدح انا اقوم نازلين بالسمك. كده السمك اهو. بقلي في 3 حاجات. عملت السلطة، طبعا السلطة مفيهاش كلام، طماطم وجزر وخيار وكده وكزبرة ونزلت عليها بليمونه وملح وكمون وخلاص. كده دي ايه السلطه. وقلبتها وهنغرفها دلوقتي. وحطينا العصير. طبعا العصير كنت عاملاه معاكم الصوبيا والتمر هندي والعناب. ده الاكل بعد ما طلع من الفرن والحاجه مع بعضها. والطواجن بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. لايكات كتير بقى. السمك بقى بالزيت والليمون تحفه. هعمل برضو صينيه وهحط الحاجه بصوانيها. انا هحط السمك هحطه كله بصينيته، وكل واحد طبقه قدامه بقى ياخد. هعمل صينيه زي المحلات بقى، احط فيها السمك البلطي، وحطيت فيها الجمبري المقلي اهوت، وحطيت السمك المكرونه، وحطيت كابوريا في النص كده. وقمت رشه بقى رشه كزبره ورشه جزر مبشور. وده كان اكلنا. وكل سنه وانتم طيبين وبالهنا والشفا على اللي كانوا بصوا اصفر زي بتاع المحلات السمك البلطي. ده المكرونه بالجمبري والشوربه والرز حاجه تحفه، والسلطه بالهنا والشفا للي اكلوا. ودي صينيه المحلات. يلا بقى واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.